صباح الخير او مساء الفل حسب التوقيت اللي بتتفرج عليه الفيديو. لو اول مره تشوفني انا محمد فرج، بشتغل ارت دايركتور، ودي قناتي قناه موارز، بنزل عليها فيديوز كل ما يخص مجال الادفرتايزنج. انزل اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا. تصميم ديكو اتطلب مني كتير قوي ان انا اتكلم عنه وان انا اشرح الفكره من البريف والتنفيذ وكل حاجه، ولكن يعني لظروف ما انا ما عملتش ده. ولكن النهارده ان شاء الله انا هشرح لكم التصميم ده اتعمل ازاي. بداية شركة ديكو كانت طالبة كي فيجوال هيبقى كامبين هتتعمل للتكييف بتاعها. فطبعا انا جالي بريف من الكوبريتور ان هو كان عايز يعمل فيجوال يبين حته افصل، يعني افصل الجو، افصل من المود، افصل من اي حاجه من خلال التكييف. فانا فكرت في الفيجوال ده هيكون شكله عامل ازاي او يكون عامل ازاي، فبدات ان انا اشتغل على الفكره لغايه ما وصلت ل3 اوبشن من الكي فيجوال. اول كي فيجوال جه في بالي ان انا اجيب شخص قاعد التكييف ورا منه شغال عادي ومبسوط، وهو قاعد على المكتب بتاعه في شغله تمام، مش مدي انتباه لاي حد، ومديرته واقفه بتزعق فيه، وحوالين منه في ورق كتير قوي طاير، هو قاعد على الكرسي بتاعه مستريح وفاصل عن العالم خالص. فانا كده بحقق ايه النقطه بتاعت افصل، هو مش موجود، وفي نفس الوقت في حوالين منه دوشه طويله قوي لدرجه ان التكييف مريحه ومديله احساس بالانتعاش والفصلان عامه. طيب الكوب الثانيه اللي جت في بالي ان هو موجود في بيته وقاعد برضو على الكنبه بتاعته والتلفزيون شغال والحياه بيس وبياكل فشار مثلا وقاعد منسجم. والفكره الثالثه اللي هي اتنفذت اللي انتوا شفتوها ان هو يكون الاب قاعد في غرفه حوالين منه الاطفال بيعملوا دوشه وهو التكييف بتاعه شغال وفاصل عن العالم تماما. والحقيقه الفيجوال ده انا اللي نفذته لانه هو كان الاقرب شويه في حته التنفيذ كستوكس. التصميم ده اتعمل قبل موضوع الذكاء الاصطناعي، فكان طبعا صعب ان انا الاقي ستوك مناسب ليا، فقعدت اعمل ريسيرش محترم لغايه ما جبت الشخص الكاركتر اللي انا هشتغل عليه. وطبعا الكاركتر اللي انا هشتغل عليه واجيب كل الاطفال، وكان التحدي ان انا احط ده كله في كومبوزيشن يكون مظبوط. فانا طبعا بشتغل بكومبوزيشن اسمه الرول اوف ثيرد. لو انا هعمل الديزاين بتاعي يكون الزاويه بتاعته زي ما بتقول ايه فرونت فيو، اكنك شايفه في تلفزيون او اكنك شايفه قدامك كده بالظبط. هنتكلم عن حاجه مهمه قوي في الفيجوال ده وهي المود بورد. المود بورد بتاعي طبعا علشان خاطر فيه دوشه وعشان خاطر فيه شخص هادي وعشان خاطر فيه تكييف، فكان لازم اشتغل ما بين المود والبورد يكون بتاعي وورم ويكون كولد، يكون الالوان دافيه ويكون الالوان الايه البارده. فالالوان البارده طبعا هتكون على الشخص نفسه، هياخد التنت بتاع الازرق وهيكون الجزء اللي هو فيه كله مدي ايحاء بالمود الازرق، وهيبقى برده في شباك جنب منه مدخل حراره وفي اطفال موجودين. فالفايبس دي مش عايزه الوان بارده، لا الفايبس دي عايزه الوان دافيه، عايزه الوان كلها ايه، عايزه الوان كلها طاقه وكلها نشاط. فاخترت الالوان الدافيه لانها بتعبر عن الجزء ده، والحمد لله قدرت ان انا اطبق ده وانفذه بحيث ان انت لما تشوف الفيجوال تحس ان فعلا البورت اللي قاعد فيه الشخص ده هو فعلا فاصل عن العالم وفي المود بتاعه موجود مريحه. اما الجزء اللي هو الورم فاطفال بتعملوا دوشه، في فشار بيتقلب ورا، في واحد ماسك مزيكا بيلعب، وفي ولد تاني قاعد على البالونه بيغيظه مطلع له لسانه، وفي بنت برضه بتعزف مزيكا وهو مش موجود تماما على الموضوع. تعالوا بقى نشوف التنفيذ ده اتعمل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض التصميم ده اتعمل ازاي. في البدايه طبعا زي ما اتفقنا واحنا بنعمل سيرش على الاستوكات بتاعتي، بنبدا ان احنا نجيب الاستوك قبل ما نعمل لها حتى داونلود، او قبل حتى ما نشوف احنا هنستخدم صور من مواقع شاتر ستوك او حتى دلوقتي بمواقع الاي اي. لازم الاول نعمل زي كده ترتيب راندوم. بعد ما طبعا ما اشوف الكومبوزيشن بتاعي هختار انهي كومبوزيشن ورتبهم كده بشكل عشوائي واقصهم كده بطريقه راندوم علشان نشوف احنا هنشتغل على ايه. زي ما انتم شايفين انا قلت في الاول مثلا اقص الصوره بالطريقه دي كده، وبعد كده هستخدم السيت اب ده واحط السابلت بتاع التكييف هنا، واحط الولدين بيلعبوا هنا والبوب كورن، وهشوف بعد كده هعمل ايه في الديزاين. بعد كده طبعا وانا بسيرش على ستوكات قلت لا خليني اعمل ستوك افضل او ادور على ستوك افضل، فطلع لي الستوك اللي انا استخدمته اللي هو الريندر اللي انتم شايفينه موجود ده. بس طبعا انا ايه شلت كل الكلام اللي كان موجود هنا وخليتها كأنها حيطة وول كاملة، وبعد كده غيرت الاوبجكتس بتاعة الاطفال دي ب3 اطفال تانيين، وغيرت طبعا الاتجاه بتاع المين كاركتر عندي اللي هو الشخص اللي هيفصل من المود اللي حواليه.
تمام. وبعد كده طبعا قعدت اضيف شويه تفاصيل زي ما انتوا ايه شايفين في الفاينل ريزلت. ميزه الفيديوز اللي احنا بنعملها دي ان هي بتعلمك على طول اللي هو ايه التركايه او الحاجه اللي انت عايز تعرفها، من غير بقى ايه ما نطول في الفيديو ونخش في لحظات ممله بتاعه القص والتركيب. خلاص دلوقتي معظمنا عارف يقص ازاي، وكمان دلوقتي في تولز كتير قوي بالاي اي تقدر ان هي تقص لك الصوره، وكمان يعني الموضوع ما بقاش ازمه زي الاول. فانت مجرد بس تعرف المختصر او ايه فكره التصميم والتنفيذ، عشان بعد كده لما تيجي تنفذ يبقى الموضوع بالنسبه لك سلس. انت في خطوات كتير انت عارفها، وحتى لو في حاجات انت بتعرفهاش، فعندك مثلا الظل والاضاءه، الحاجات دي هتلاقيني بطلعها لك في فيديوز هتطلع معاك هنا وانا شارحها قبل كده، فممكن تتفرج عليها تاني وتتعلم منها اكتر. ولو لو انت لسه كمان من المبتدئين، فتقدر انك تفتح قناه اليوتيوب وتتفرج على الدرس بتاع الفوتوشوب وازاي بتستخدمه والتولز والكلام ده. تعالوا بعد كده نرجع للتصميم بتاعنا اللي هو بيكو. طبعا انا هنا استخدمت المود بورد زي ما شرحت قبل كده. المود بورد الورم والكولد اللي هو الدافئ والبارد. البارد عشان يحسسك بالهدوء والانتعاش، والورم اللي هو الدافئ عشان يحسسك ان في فايبس هنا، في دوشه حوالين منه، فلازم يبقى فيه عكس. يعني استخدمت المود بورد طيب انا عارف انك قاعد مبسوط بالفيديو دلوقتي، وهفصلك ثانيه بس علشان اقول لك حاجه مهمه. عامل خصم 80% على كورس الكولاج ارت، يعني ب 300 جنيه بس، وده عرض ما يتفوتش. يلا ما تضيعش الفرصه. بعكس ده ضد ده، هو مرتاح ومبسوط وهما بيعملوا دوشه حواليه، هو فاصل من المود اللي حواليه زي ما شرحت الفكره في اول الفيديو. نيجي بقى لنقطه التنفيذ. طبعا انتوا زي ما انتوا شفتوا الوول كانت عندي عامله زي اللي هي الحيطه بتاعتي والشباك اللي ورا. طبعا انا قصيت فرغت الشباك اللي موجود ورا ده كله عشان بعد كده احط عندي زي كده لاندسكيب بره، يبقى فيه شجر، يبقى فيه سما، عشان يبقى فيه روح في التصميم، وكمان عشان لما ادخل الشمس يبقى الموضوع باين واقعي، ويبقى برده فيه فرايتي في حته الكالرز اللي موجوده معايا في التصميم، يبقى في تنوع. تمام. فبعد كده طبعا بدات اوزع الكومبوزيشن بتاعي. ولازم وانت بتشتغل في العناصر يكون عندك ايه القدره في حته انت تقدر الاحجام، حجم الطفل، حجم البنت، حجم الكاركتر، علشان الموضوع يبان معاك رياليستيك اكتر طول ما انت ايه بتهتم بالبوينتس دي. تمام. طبعا بعد كده استخدمنا حطينا السابلت بتاعنا اللي هو التكييف، وعايز اعمل طبعا زي حاجه كده تكون اكسجريشن. طبعا يعني التكييف اكيد مش قدامك بيطلع اللايتس ده، بس ده اكسجريشن ان هو بيطلع يعني الهواء بتاعه قوي جديد، فانت عادي مفيش مشكله ان انت تخرج عن المألوف وتطلع ايه شويه لايتس كده، فايه تدي الموضوع حيويه اكتر وتدي الموضوع روح اكتر. فاهم؟ انت مش لازم تطلع الحاجه رياليستيك، لان انت برضو عايز تدخل الموضوع شويه فن، شويه ان انت تشد العين، تكون اتراكتيف في الموضوع. وطبعا زي ما اتفقنا في حته الكومبوزيشن، اللي انت تختار الكومبوزيشن الايه اللي هو بتاع رول اوف ثيرد لو انت هتشتغل في تكوين كبير. لو انت مثلا عايز تشتغل بالبوزيشن ده او الكومبوزيشن ده، لازم تكون مظبط التفاصيل، اليمين الشمال فين، العناصر بتاعتك متوزعه ازاي، زي ما انا استخدمت هنا. تمام. طبعا التريكات بقى لو جينا بصينا على اللايرز اللي موجوده هنا، فلو بدانا ان احنا مثلا نشيل طبعا الجزء بتاع اللايتس اللي موجود ده كله. طبعا شايفين الجزء ده لما اتشال الموضوع بقى عامل ازاي، بقى فيه برضو ورم كولد، بس ايه ما تحسش ان هو زي الاول. لكن بص لو رجعت الموضوع ده تاني هتحس ايه ان في كولر كوركشن حصل في الديزاين، وده اللي انت محتاج تعمله عشان الديزاينز بتاعتك تطلع قويه، وتطلع ليها تطلع تبقى رياليستيك، وتطلع تبقى تجذب العين وتكون مرتاح وانت تتفرج عليها. فاهم قصدي؟ فانت هنا بتستخدم بقى على حسب المود بتاعك فوتو فلتر، سيلكتيف كولر. طبعا اداه سيلكتيف كولر دي خطيره جدا في حته تصحيح الالوان. يعني بصوا هنا الالوان كانت عامله ازاي لما السيلكتيف كولر استخدمتها، بصوا الالوان هنا بقت عامله ازاي. طبعا كل حاجه تستخدم بنسب، اليلو بنسبه، الريد بنسبه، كل حاجه بنسبه على حسب الصوره. ما ينفعش حد يقول لك لازم تعمل دي 3، تعمل دي 5، تعمل دي 10، لا، كل صوره وليها العدد بتاعها اللي انت تقدر تكتبه، فيطلع لك ريزلت مختلفه عن غيرك. تمام. عندي بعد كده برضو حته الساتوريشن ان انت ممكن تستخدمها عشان تغمق الكالرز، وكمان الجريدينت مود علشان ندي بقى الحته اللي هي بتاعت الكولد اللي هي الالوان البارده اللي هي من تدريجات الازرق. ونخش نشوف مثلا عندي الكاركتر ايه التونز اللي خدها عشان يطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. فنشوف مثلا الكاركتر اللي عندي اللي هو المان، زي ما انتم شايفين كده هو في كذا لاير عندي. اول حاجه طبعا احنا هنتكلم في اللايتس، فهنا في هايلايت كبير موجود على وشه وعلى دراعه عشان خاطر التكييف رامي على الجزء ده.
وعندي كمان في اللي هو ايه الشادو، الظل اللي هو اتعمل بالاكسبوجر في الناحيه بتاعت ايه، بتاعت الكنبه اللي موجوده اللي هو مرتاح عليها. تمام. طبعا الحاجات دي كلها بتتجاب منين؟ بتتجاب من ايه؟ من الادجستمنت لاير اللي هي موجوده تحت. بعد كده عندك طبعا الكيرف، دي خطيره جدا يا جماعه. بص الكيرف دي لما مثلا عملنا لايتس اللي حصل دي طبعا بلمع بيها بقى الحاجات اللي انا عايزها تبان. يعني في عضله هنا مثلا متعرضه لاضاءه، جزء من التيشيرت، جزء من الكنبه. عندي بعد كده برضو العكس بتاع اللي هو ايه الظل. يعني بص كده لما لو شلت الظل والنور، تمام، لو شلنا مثلا الحاجات دي كلها وبعد كده رجعناها، بص كده لاحظ معايا الصوره ايه اللي حصل فيها. في فرق شاسع طبعا، في بعد كده في دبث حصل في الموضوع. الكنبه ملامحها اتغيرت، الحاجه بقت تحس ان هي فيها واقعيه اكتر، زادت تفاصيلها اكتر. وده اللي بيعمله الاضاءه، الظل والاضاءه. يعني على فكره يا جماعه التصميم عباره عن ان انت تجيب صور صحيحه وتظبط المود بتاعك، بس الظل والاضاءه دول عامل قوي جدا في اي ديزاين، في اي حاجه، حتى في الصوره نفسها في التصوير. تمام. طبعا بعد كده نهتم بالجزء بتاع الشادوهات على حسب الظل. يعني انا عندي الظل النور جاي الاول، عشان تعرف الظل منين لازم تعرف النور جاي منين. فانا النور عندي جاي من ناحيه الشمال، فرامي كل الظلال عندي على ناحيه ايه اليمين. زي ما انتم شايفين كده الظل موجود بتاع الشجره هنا، ظل الكاركتر عندي هنا، المين كاركتر اللي هو الاب، وظل الاطفال كله مرمي هنا، حتى الفشار اللي موجود رامي على الجزء بتاعي ده. تمام. فلازم طبعا تكون محدد مصدر الضوء ومصدر الاضاءه، علشان على اساسه، قصدي لو حددنا مصدر الاضاءه بشكل صحيح هنقدر نحدد مصدر الظل، والموضوع مش هيبقى معاك صعب. تمام. طبعا برضو الكاركتر بتاع الولد ده اخد شغل كتير، علشان خاطر لو جبنا مثلا البوي بول، تمام، انا عندي هنا مثلا لو شلنا الاكسبوجر اللي هو الظل اللي انتوا شايفينه ده، عشان الجنب ده مش متعرض ايه للاضاءه، هو المتعرض للاضاءه الجزء بتاع الكتف بتاعه اللي هنا. وعندي برضو خدنا كيرف في الجزء اللي هو بتاع الوش، وبعد كده في خدنا ايه الكيرف بتاع الاضاءه في الجزء ده، عشان خاطر يبان معايا التفاصيل اكتر. طبعا لو شلنا كل الكلام ده هتلاقي الموضوع محتاج ياخد شغل علشان يبان الواقعيه بتاعته. وطبعا بقى ايه القصه بتاعت الظل اللي احنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده، سواء هتعمله بسيركل سواء هتعمله باكسبوجر، على حسب الطريقه اللي انت عايز تستخدمه بيها. تمام. اهم حاجه وانت بتقص الصوره وانت بتختار الحاجه، تعتمد دايما ان انت تطلع الحاجه عندك باعلى جوده ممكنه، بحيث ان انت لما تيجي تستخدمها في التصميم يبقى فيه كواليتي معاك، ما يبقاش الموضوع اي صوره وخلاص. لا، يعني حتى لو هتستخدم صوره من الذكاء الاصطناعي، اعتمد دايما ان انت تجيب حاجات الكواليتي بتاعتها عاليه، علشان الموضوع يبان معاك بشكل قوي. طبعا عايز اقول كمان نقط مهمه وانت بتشتغل على الديزاين. حته الاضاءه دي مهمه قوي زي ما اتكلمنا كتير قبل كده، وكمان اختيار العناصر بتاعك مهم قوي. يعني انا قبل ما اوصل للثلاث اطفال دول زي ما شفتوا في الاول، انا جبت طفلين في الاول بيلعبوا مع بعض. بعد كده لما دخلتهم في التصميم حسيت كمان الوان لبسهم مش ملائمه، حسيت ان الولد ده لابس الوان دافيه وشتويه، يعني مش حته دافيه بس، هي الوان يعني هدوم شتويه. فقلت لا دي مش هتنفع، احنا بنتكلم في تكييف، فازاي في تكييف شغال وهو لابس نص كم والاطفال دي لابسه لبس شتوي؟ فمش مقنعه، فاهم قصدي؟ فلازم يبقى ايه، يبقى الموضوع فيه صيف. فطبعا قعدت ادور على استوكيه يبقى الاطفال اللي موجودين فيها لابسين لبس صيفي، فلازم برضو تناسب المناسبه اللي انت بتشتغل عليها او بتعمل عليها التصميم. وكل ما انت تفكر اكتر، وكل ما تبقى فاهم البريف بتاعك اكتر، وفاهم الكاستمر بتاعك اكتر اللي هو الكلاينت، وفاهم احتياجه ايه، هتقدر توصل لريزلت اعلى. الحاجات دي مهمه قوي وانت اصلا بتبدا تعمل في التصميم. لازم تفهم الكلاينت ايه، نوعه ايه، المناسبه اللي انت هتعملها ايه. التكييف ده بتاع التكييف ده مثلا هنستخدمه في الصيف، فلازم العناصر كلها تبقى لابسين صيفي. لازم مش عارف نعمل ايه، يعني ما ينفعش مثلا تحط واحد لابس شتوي قاعد على البحر في عز النهار، فاهمني، والناس حوالين منه لابسه صيفي، فده هيبقى شكله ويرد قوي، مش هيبقى مظبوط. فلازم تبقى مظبط التفاصيل دي كلها وكاتب السولوشنز بتاعتك. لو وصلت النقطه دي فانا بشكرك جدا. انزل تحت اعمل سبسكرايب، فعل الجرس، وما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد. تشوفكم على خير، سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تركايه حابين نشرحها اكتبوا لنا في كومنت.